السلام عليكم. كيقولوا ان الزواج ماشي غير ارتباط ما بين جوج ديال الناس، ما بين الرجل والمرأة، ولكن ارتباط ما بين جوج ديال العائلات، جوج ديال العائلات اللي عندهم العادات والتقاليد مختلفة على الاخرين، وكتلقاهم متفاهمين وكلهم كيتقبلوا الاخرين. ولكن بعض المرات كتلقى بعض الاشخاص اللي ما كيقدروش يتقبلوا ان ولدهم ولا بنتهم ولا عنده واحد العالم جديد وحياة جديدة، اولويات جداد ومسؤولية جديدة. وهاد القصة هادي ديال المرأة كانت كتعتقد انها كتدافع على ولدها، ولكن في الحقيقة كانت كتخسر فيه نهار على نهار. سميتي ياسمين، عندي 27 عام، وخدمت معلمة في مدرسة ابتدائية صغيرة. من بعد سنين ديال القراية كنت انسانة مكالمية، عزيزة عليا الدار وما تنخرجش بزاف. من صغري وانا تنحلم نلقى فارس الاحلام ديالي، نلقى راجل اللي يحترمني ونبني معاه اسرة بسيطة فيها الحب والاحترام والراحة. مشينا انا وعائلتي لعرس ديال بنت خالتي، وتما فين تعرفت على كريم. كان شاب عنده 32 عام، خدام في شركة ديال التأمينات، مكالمي محترم وكيهضر مع الناس بواحد الابتسامة اللي ما كتفارقش وجهه. شدني فيه انه كان مختلف بزاف على الرجال الاخرين، ما كانش كيهضر بزاف، ولكن الا كنتي كتهضر معاه كيعطيك ودنو كلها، وكان كيعرف يختار الكلمات ديالو، ماشي غير كيجي وكيجاوب. كان ثابت في بلاصتو ووازن هضرتو. ومن بعد شهور من التعارف جا عندنا لدارنا، هو وامو واخت بويدية. كانت الام ديالو الحاجة زهور، مرا في حدود 60 عام، شخصية قوية معروفة في الحي ديالهم انها كتسير كل شيء. في اللقاء الاول بها حسيت ان الشخصية ديالها صعيبة شوية، حسيت بها قاصحة. كانت كتشوفني بواحد النظرة بحال كانت كتعبرني، كانت كتقيم فيا بحال كتسول فراسها واش هادي نيت تستاهل ولدي، واش هادي هي اللي غتبقى حياتها كلها مع ولدي. ولكن بالرغم من ذلك وافقات على الزواج. ما عرفتش علاش. كريم كان فرحان، كان ديما تيقول بلي مو قلبها طيب، غير كتخاف عليه بزاف. تزوجنا وفي الشهر الاول كنت فرحانه بزاف. دوزنا واحد شهر العسل على مسيناتو، مشينا سافرنا ضرنا شبعنا دوران، ما خلينا حتى بلاصه الا ومشينا ليها. كريم كان كيحاول يرضيني، تيخرج معايا، تيعاونني في الشقه، كيقول لي ديما انا بغيتك تكوني مرتاحه. رجعنا من شهر العسل، رجعنا للدار، بقينا شهور مرتاحين ومدوزين نهاراتنا بالحب والاحترام وراحة. ولكن الحاجة زهور كان عندها واحد الرأي آخر، ولات كتدخل في كل صغيرة وكبيرة. إلا طيبنا شي حاجة خاصها تعرف شنو طيبنا، إلا شرينا شي حاجة للدار خاصها تشوفها، إلا خرجنا كتسول فين مشينا وعلاش تعطلنا. في الوقت كنقول راه غير حنان الأم هذاك، لكن مع الوقت بدات الأمور كتبان ليا مختلفة. كانت كتعيط لكريم 10 د المرات في النهار، مرة كتقول ليه ولدي جيب لي الدواء، ولدي راني مريضة، وبعض المرات ولدي راه الضو تيتقطع، راه البوله خسرات، ومرة ولدي بغيت نشوفك. وما كانش كيقدر يرفض لها حتى شي طلب. كانت امو عزيزة عليه، ولكن المشكل راه ما كانش هنا. المشكل هو انها كانت كتحاول تقنعه انني تغيرت من بعد الزواج، انني وليت وحدة اخرى. كانت كتقول قدامه ياسمين ما بقاتش كتزورها بزاف، وياسمين ولات كتسيطر عليه، وياسمين بغات تبعدو عليها. وكان كريم كيضحك وكيقول لها امي راه ما كاين والو من هادشي اللي كتقولي. لكن البذره ديال الشك كانت كتزرع كل نهار. مره كنت مريضه بزاف، كانت عندي السخانه وما قادر حتى نوقف. دخل كريم للدار وقال لي امي بغاتني نمشي عندها. قلت ليه غير بقى معايا اليوم وقول ليها شي حاجه. ولكن الحاجه زهور عاودت عيطات عليه وبقات كتبكي في التليفون، وقالت ليه ولدي حسيت براسي وحدانيه، ما كاين عندي حد. حضر راسو ومشى وخلاني بوحدي. ديك الليله بقيت كنبكي كلها، ماشي حيت مشى، ولكن حيت حسيت انني بديت نخسر بلاصتي في القلب ديالو في حياته. الايام دازو والامور ولات صعيبه عليا. الحاجه زهور ولات كتقارني ببنات العائله، بنت خالتي كتفيق مع 5 ديال الصباح، بنت خالتك كتوجد كلشي قبل ما يفيق راجلها، فلانه كتخدم وكتربي وكتبقى ديما ضاحكه. كنت كنسمع وتنسكت، ولكن كل كلمه كانت كتخرجها من فمها الا وكتجرحني. كريم كان بحال كان بين جوج عافيات، عزيزة عليه مو وانا تيبغيني بزاف، ولكن ما كانش عارف كيفاش يوازن بيناتنا. حتى جا نهار تقلبات فيه حياتنا كلها. دخلت للدار بالصدفة وانا نسمع الحاجة زهور كتقول ليه ولدي هادي راه ماشي المرا المناسبة ليك.
راه غير فرقاتك علينا. قبل الزواج كنتي ديما معانا وديما كتجي عندنا، دابا راه تبدلتي. انا من الصدمه اللي شداتني بقيت واقفه بلاصتي، ما قدرتش نتحرك. ما كنتش متوقعه بلي هاد المراه هادي اللي كنت كنحترمها وتنشوف فيها بحال الوالده ديالي كانت كتشوفني بهاد الطريقه هادي. وفي ديك اللحظه عرفت بلي هادي مبقاتش حياه، هادي ولات واحد المعركه، ولكن ماشي مع راجلي، مع مو اللي ما كانتش مستعده تقبل ان ولدها ولا راجل عنده اسره جديده وحياه جديده. ما قدرتش تقبل ان مراه اخرى دخلت لحياه ولدها، ولكن ما كنتش عارفه بلي راه داكشي اللي جاي غيكون صعيب عليا بزاف. من بعد داك النهار اللي سمعت فيه الحاجه زهور كتهضر عليا مع كريم، ما بقيتش بحال قبل. بقيت شي ايامات غير ساكته، كنضحك قدام الناس ولكن من الداخل كان قلبي كيتحرق. كنت كنقول فراسي شنو درت لهاد المراه باش تكرهني بهاد الشكل. بغيت غير نعرف اشنو اللي درت ليها. هادشي اللي محيرني، حيت انا اللي كنت كنجيب ليها الدواء الا كانت مريضه بعض المرات، وانا اللي كنت كنمشي وكنعاونها في الدار وتنجمع عليها، وانا اللي كنت كنعيط عليها كل صباح نصوني ليها ونسول عليها كيف بقات واشنو كتعاود في داك النهار. وبهذا الشيء كله كانت كتشوفني غير المراه اللي خدات ليها ولدها وبتغيروا عليها. ولكن الامور ما وقفاتش هنايا. الحاجه زور ولات كدير شي حوايج خفيه باش تزيد المشاكل بيناتنا وتفرقنا. كانت كتعيط لكريم وانا حداها وتقول ليه ولدي ياسمين راه هضرات عليا بالخايب، مرات قالت بلي انا كنتدخل بزاف. ولدي راه مراتك ما بغاش تشوفني وما كتجيش عندي. وكريم كان كيبقى محتار، عارف بلي انا راه ماشي من طبعي نهضر بهاد الطريقه مع الناس، ولكن في نفس الوقت ما قدرش يكذب مو حيت خاف عليها لا تمرض، وكيف كنقولوا لا تسخط عليه. وليت كنلاحظ بلي كيتغير حيت الاهتمام ديالو بيا قلال، وما كيبقاش كيسول فيا بزاف، وما بقاش كيجلس معايا كما كان. حتى الضحكه اللي كانت بيناتنا غاديه وكتغبر. في واحد الليله وقع واحد المشكل كبير بيناتنا. قال لي علاش ما بغيتيش امي. جاوبته وانا تنبكي. انا عمرني كرهتها، ولكن هي اللي ما بغاتنيش، هي اللي كتبعدك عليا، وهي اللي بغات المشاكل يكونوا بيناتنا. بقى ساكت، كان باين عليه بلي تلف حيت امو كانت عزيزه عليه باينه في وجهه، ولكن الضغط كان كيكبر عليه. ومن بعد ايامات اكتشفت حاجه ما كنتش متوقعها. واحد الجاره قالت لي راه الحاجه كتقول في الحي بلي انتي السبب في بعد ولدها عليها. تصدمت، ما كنتش كنظن انها وصلت لهاد الدرجه. وصلت لدرجه انها ولات كتمشي للناس وتقول لهم بحال هاد الهضره هادي. ولكن في هاد اللحظه هادي طلع لي الدم وقررت ما نبقاش ساكته. مشيت لعندها بوحدي، دخلت لقيتها جالسه في الصالون وقلت ليها علاش كديري هاد الشي هذا. شافت فيا واحد الشوفه بحال لابا تخلعني. بقات ساكته، عاود السؤال علاش. بقات ساكته شويه ومن بعد قالت لي حيت كنخاف. بقيت كنشوف فيها قلت لها كتخافي من شنو. قالت لي وبدات كيبداو الدموع كينزلوا من عينيها. قالت لي بلي من نهار مات راجلها كريم هو كلشي في حياتها، هو السند ديالها، هو الصحبه ديالها، وهو ولدها اللي عزيز عليها. ومن نهار تزوج بلا حسات براسها وحدانيه، حسات بلي غاديه وكتخسرو، وبدات الدموع كتنزل من عينيها كما بغات تحبس. اول مره كنشوفها ضعيفه، حيت ماشي هذه هي المراه الصعيبه اللي كنشوف ديما. ماشي هذه هي ديك المراه اللي كانت كتسلط علينا، ولكن هاد المراه هادي باينه بلي راها غير خايفه من الوحدانيه، ما عارفاش كيفاش تتاقلم مع هاد الحياه الجديده. قررت منها وشديت يديها وقلت ليها بلي انا راه ما جيتش ناخذ منها ولدها، انا جيت نكون جزء من الحياه ديالو ومن الحياه ديالك. انا بغيتك تبقاي الام ديالو، وغادي تبقاي ام ديالو حتى لاخر نهار في حياتك. ولكن حتى انا راني غامراضو، مستحق يكون عندي بلاصه في القلب ديالو. في ديك اللحظه دخل كريم وما حسيناش بيه، شافنا بجوج كنبكيو وسمع كلشي. قرب من مو عنقها ولاح عليا انا اليد الاخرى وجمعنا بجوج عنقنا. وقال لي كنت كنحس براسي غادي نخسر اهم جوج عيالات في حياتي. اليوم فهمت بلي المشكل ما كانش في الحب، المشكل كان غير في الخوف. الخوف اللي خلى الانسان يدير اخطاء كبيره. بعد هذا النهار تبدلات بزاف ديال الحوايج. الحاجه زور بدات كتحاول تبدل من راسها، بدات كتفهم راسها، ما بقاتش كتدخل في كاع التفاصيل،
وذاك احضر من الحدود بين حياتنا الزوجية وحياتها. وحتى انا تعلمت باش نصبر كتر ونفهم بلي التصرفات ماشي ديما كتكون بدافع الشر، مرة كتكون غير بدافع الخوف، الخوف من الفراق، الخوف من الوحدانية، الخوف من التغيير. ولكن مع مرور الوقت رجعت الدار عامرة بالضحك، رجعنا تنضحكو كيما الاول وفرحانين كيما الاول. رجع كريم ديما تيبدا سم بحال قبل. اما انا تعلمت واحد الدرس عمرني ننساه، بلي الزواج ماشي معركة بين الزوجة والام، وماشي منافسة على قلب الرجل، حيت قلب الانسان كبير يقدر يحب مو ويحب مرتو ويعطي لكل واحد المكانة اللي كيستحقها. واكبر انتصار ماشي هو انك تربح المعركة، ولكن انك تحافظ على العائلة كلها بلا ما يضيع حتى واحد.